بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأساتذة الأعزاء والحضور الكرام، أريد أن آخذ من وقتكم الكلمة دقائق. من أول يوم هذا الملتقى الكريم لقد تكتب الأساتذة والمتحدثون من كل جوانب الانتهاكات التي تعمل الصين في الإسلام الشرقي. وهنا الآن أحب أن أركز فقط باعتداءات الصين على الإسلام نفسه ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما أستغرب إخوتي، إذا كانت هذه الاعتداءات على ديننا من أي دولة في العالم غير الصين تقوم الدنيا بأكملها، وحق عليهم أن تقوموا وأنا لست معترضا عليه. وأيضا هذه الاعتداءات من هنا أو هناك ليس على الدوام، لا تدوم، تأتي وتذهب. أما الصين تعتدي على ديننا ومقدساتنا ليلا ونهارا وممنهج من الدولة نفسها، ولكن مع الأسف الشديد ولا نسمع من المسلمين والدول العربية والإسلامية إلا صوتا ضعيلا لا يسمن ولا يغني من جوع. يا ترى لماذا هذه الازدواجية يا إخوتي تجاه نفس القضية؟ أنهي كلمتي فلنشاهد الآن ما تفعله الصين حتى هذه اللحظة التي نحن فيها الآن من دون توقف. فليتفضل. كلمة التوحيد تحت أقدام رواد المطاعم في الصين. شوفوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مساجد تحول إلى مقهى الخمور، والآن ما يجري في تركستان الشرقية. انظروا، انظروا، تحرق المصاحف والكتب الدينية. تعاقب من وجد في بيته قرآن أو أي كتاب ديني. انظروا، تغير مظاهر الجوامع الباقية غير المهدمة. المساجد حولت إلى مزرعة الدواجين. مصحف قرآن تمزق وتحرق. ترمى إلى المرحاض قرآن. انظروا المصحف. التسبيح للصين ولرئيسها وليس لله. التسبيح يجب أن يكون لرئيس الصين. الآذان يغير معاني الآذان والتكبير. تهدر حرمة بيوت الله. انظروا في المساجد ماذا يفعلون. والأبشع من كل هذه الجرائم هذا مسلسل صيني. انظروا هذه العالم CCTV، هذا دولة، قناة الدولة الصينية. طبعا تعرفون كلكم الصين دولة ديكتاتورية، لا أحد يستطيع أن يتكلم إلا بعد إذن الدولة. شوفوا على قناة الدولة مسلسل من عشرات السنين، حتى الآن موجود هذه المسلسل. في هذه المسلسل هذا إمبراطور الصين يستقبل وزراء الدول المسلمين، في حين هذا السفير المزعوم من الدولة. شوفوا هذا السفير المزعوم يشرح، نعوذ بالله، أستحي أمامكم أن أتلفظ هذه الكلمة، يعني بهذه الدرجة الصين. هذه الصورة المزعوم، هذا السفير العربي
يقول لإمبراطور الصين: هذا إلهنا محمد، إله المسلمين الذي أوجد الإسلام. هكذا يقول: هذه إلهنا محمد. هذا يبث من عشرات السنوات، الآن حتى الآن موجود. ممكن أن تأخذوا موقع الصيني حتى الآن. شوفوا يعني الصينيون الذين يشاهدون هذا المقطع هم يفكرون يعني مليار يعني الصينيون ماذا يفكرون؟ الإسلام، المسلمون إلههم هذا الذي هذه السورة المحمد هو الذي أوجد الإسلام. شوفوا هذه البشاعة. هذا ليس أمرا جديدا ولا قديما، حتى الآن في هذه اللحظة يبث ويتكلمون المواطنون الصينيون عليها. نتابع. ويقول أمر مهم، ويقول في هذه المقطع في هذا الفيلم الحديث المزعوم، يقول السفير العربي يقول لإمبراطور الصين: وإلهنا محمد في ديننا يوجد، هو إلهنا قال: اطلبوا العلم ولو بالصين. في ديننا هذا يتكلم بالصينية. أنا مسلسل هذا فقط مقطع قطعته. يستعمل هذا الحديث يعني لفخر الصين. نحن إلهنا هكذا يقول عن الصين، هكذا يقول. انظروا هذه البشاعة. نتابع أخي. ولكن مواقف المسلمين للمودي وأمثاله هكذا: إلا رسول الله يا مودي. أما لوزير الخارجية الصيني هكذا يتحدث لقادة المسلمين ولرؤساء. كل الجرائم ما زال يخدع الدول الإسلامية. إلى متى هذا أيها الإخوة الكرام؟ شكرا لكم.